ودلوقتي احنا موجودين قدام اشهر باب، واللي اتشهر بسبب قصص وحكاوي غريبة، باب زويلة. باب زويل هو أحد أبواب القاهرة القديمة، كان رمز للعقاب والتهديد، ومن عنده كانت بداية دولة المماليك وسقوطها. هو واحد من الأبواب الثمانية اللي بناها جوهر الثقل للقائد العسكري نائب الخليفة الفاطمي سنة 358 هجرية، بس لما بناه بالطوب اللبني ده خلاه بعد مدة يضعف ويشق. علشان كده أمير الجيوش بدر الجمال قام بتجديده في سنة 485 هجرية. حجرة ضخمة وصلبة، وكان رمز للعقاب والتهديد في عهد السلطان سيف الدين قطز. ودي كانت البداية لما هولاكو قائد المغول بعت رسله عشان يخوفوا ويهددوا السلطان قطز، ورده ساعتها كان قوي وقاسي، وقام بقتل رسل هولاكو وعلق رؤوسهم على باب زويل. من ساعتها أصبح عقاب لأي حد سواء كان سلطانا أو من عامة الشعب. في سنة 923 هجرية حصل حادث تم شنق السلطان تومان بور آخر سلاطين المماليك، وفضلت جثته متعلقة 3 أيام، واللي اتهزم على يد السلطان العثماني سليم الأول. ومن هنا انتهت دولة المماليك وبدت الدولة العثمانية. لو في يوم رحت هناك هتلاقي البوابة ببرجين ضخمين، وفي كل برج في فتحات عشان يضربوا بالاسهم منها، وفي النص في ممر كانوا بيرموا منه الزيت مغلي على اي عدو يفكر يعدي حدود البوابه. وبكده يكون خلصت قصه باب زويل.